السلام عليكم اخواتي ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناه عالم الياسمين. كنتمنى تكونوا بصحه جيده وانتم كتابعوا معايا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هاد الخبيزات ولا الفطائر معمرين اللي ساهلين بزاف واقتصاديين وايضا كيخرجوا لكم كميات كثيره. ممكن تصايبوهم للاطفال ديالكم باش ياخذوهم للمدرسه اولا بمناسبه قدوم الشهر الفضيل ممكن تصاوبوهم للفطور. فتابعوا معايا اخواتي الفيديو الاخير باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. وقبل ما نبدا معكم بالنسبه للناس اللي كيشاهدوا القناه ديالي لاول مره فكندعوكم للاشتراك في القناه عبر الضغط على زر الاشتراك اللي تحت الفيديو باللون الاحمر وايضا تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وبسم الله نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات غنحتاجوا ملعقه كبيره ديال خميره حبيبات، غنضيف عليهم ملعقه كبيره ديال السكر، وايضا غنضيف 2 ملاعق كبيره ديال الدقيق، وغنضيف كأس ديال الماء الدافئ، وغنخلط هاد المكونات جيدا بالطراب اليدوي. من بعد غنخليهم واحد 10 دقائق حتى تفاعل ليا ديك الخميره. من بعد غنضيف باقي المكونات. هنايا البنات من بعد ما تفاعلت ليا ديك الخميره ودارت دوك الفقاعات وضعف الحجم ديالها، دابا غنضيفوا واحد دانون طبيعي، غنضيف ايضا نصف كاس ديال الزيت النباتيه، واحد ساشي ديال خميره الحلويات وزن 7 غرام، وايضا غنضيف قبصه ملح. وغنعاود نخلط هاد المكونات جيدا بالطراب اليدوي. وفي الاخير غنضيف الماء والدقيق. من بعد غنضيف كأس ديال الماء، ماء يكون دافئ، يعني درنا كأس ماء في الاول وكأس ماء في الاخر، يعني 2 كيسان. ودابا غنضيفو الدقيق. بالنسبه للدقيق غنضيفو على حسب الخليط. هنايا تقريبا استعملت 500 غرام ديال الدقيق. غنبقى نضيف بالتدريج ونخلط حتى نحصل على القوام اللي بغيت. من بعد اخواتي ما خدم داك العجين بالطراب اليدوي اولا ممكن تخدموا بيديكم غير شويه باش يجي على هذا الشكل. صافي غنضيف كميه الدقيق اللي بقات ليا. بالنسبه للقوام ديال العجين ما خاصوش يجي قاصح، بالعكس خاصو يبقى رطب وكيلصق في اليدين باش العجينه ديالكم تجي ناجحه 100%. المهم صافي هنايا من بعد ما ضفت كميه الدقيق وخدمتها، هذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه. هنايا غنحاول انني ندهن يدي بالزيت ونحيد ما نخليهش لاصق في الاناء ديال العمل. صافي ومباشره غنخليه يخمر تقريبا واحد نصف ساعه. صافي هنايا غنغطيه بالبلاستيك الغذائي ونخليه. من بعد ما خليت العجين ديالي يرتاح غنتقلو باش نوجدوا الحشوه. بالنسبه للمكونات غنحتاجوا اللحم المفروم، وايضا غنحتاجوا بصله كبيره مقطعه لقطع صغيره. وايضا بالنسبه للتوابل غندير نص ملعقه صغيره ديال سكينجبير، نص ملعقه صغيره ديال الخرقوم، ونص ملعقه صغيره ديال الابزار، وايضا نص ملعقه صغيره ديال التحميره اولا البابريكا. وايضا غنضيف نص ملعقه صغيره ديال الكمون وشويه ديال الملحه. وايضا غنضيف القليل من زيت الزيتون. صافي وغنخلط هاد المكونات جيدا. صافي من بعد ما كملت من تحضير الحشوه غنخليها جانبا. من بعد غنشكلها كويرات ونقليهم في الزيت. وبالنسبه للعجين من بعد ما ارتاح وضاعف الحجم ديالو غنخرج داك الهواء اللي فيه. من بعد مباشره غنديرو فوق سطح العمل ونبدا نخدم به. اول حاجه غنرش الدقيق مزيان وسطح العمل خاص يكون نظيف. صافي وغندير داك العجين. صافي من بعد غناخد الحاجين ديالي وغنشكلو على شكل حربول ونبدا نشكل منه قطع.
من بعد ما شكلتهم كويرات بهذه الطريقه، البنات هنا ملي تتشكلهم كويرات بقاو ترشوا دقيق في يديكم باش ما يتلصقوش لكم. المهم هنايا انا درت 6 ديال الكرات، 9 ديال الكرات. ممكن ديروا اكثر، يعني كل عجين تقسموا على جوج الا بغيتوا الحجم ديالهم يجيو صغيورين. انا درت حجم كبير صافي. وغناخذ كل كره وغنطلقها بهذا الشكل. غنحاول انني نسرحها من الجوانب مزيان، وفي الوسط نخليها غليظه باش من بعد ما تقطعش لكم العجين ديالكم في الفران ملي يكون يطيب. صافي بنفس الطريقه غنشكلهم كاملين. من بعد ما طلقتهم كاملين بهذه الطريقه، هنايا غناخذ الصلصه ونديرها في الوسط. ممكن ديروا اي صلصه متوفره عندكم. انا درت هنايا صلصه الاندلس. ممكن ديروا لا صوص طوماط ولا المهم على حساب اللي بغيتو. من بعد ما درت ديك الصلصه غنضيف عليهم شويه ديال الفرماج الاحمر، وايضا غنضيف قطع ديال اللحم المفروم اللي وشت معكم قبيله. ديك الحشوه ديال اللحم المفروم شكلتها كويرات صافي. من بعد درتها في الزيت تقلى. المهم ماشي ضروري انكم تقليوهم مزيان، حيت من بعد غيزيدوا يطيبوا في الفران. غنديرهم بهذه الطريقه. من بعد غنضيف فوق منهم الفرماج ديال الساندويتش. هنا درت عاوتاني الفرماج الاحمر. بالنسبه للحشوه البنات كتبقى اختياريه، ممكن ديروا صدر الدجاج، وايضا ممكن تضيفوا البصل، ومهم على حسب الاختيار ديالكم. تعسلوا البصل وديروه فوق اللحم المفروم كيعطي واحد المذاق زوين. صافي غنستمر بنفس الطريقه. من بعد غنجمعهم بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا، ونحاول انني نلصقهم مزيان بهذه الطريقه. صافي مباشره غنديرهم في الصينيه ديال الفرن. مباشره البنات من بعد ما ديرهم في الصينيه ديال الفرن، غدهنوهم بصفار بيض وترشوا عليهم الجنجلان وتدخلوهم الفران يطيبوا. ما تخليهمش انهم يرتاحوا. بالنسبه للفران راه ديجا سخنته. غنخليهم حتى يتحمروا من التحت والفوق. فبقوا معايا اخواتي باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو. النهائي ديال الفطائر اللي حضرت معكم اليوم صراحه كيجيو رطبين وخفاف. انا متاكده البنات الا جربتهم غينالوا اعجابكم. كما كتشوفوا معايا انا درت حجم كبير. ممكن انكم كل كره ديال العجين تقسموها على جوج يجي الحجم ديالهم صغيورين. المهم انا بغيتهم هكا كبار. ممكن تصاوبوهم بحال السندويتشات ياخذوهم الاطفال ديالكم المدرسه، او لا كوجبه فطور في رمضان ان شاء الله. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، بالصحه والراحه.